ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة هنشوف مع بعض ايه هي الجايد لاينز بتاعت الديزاين، وهنعرف مع بعض نلاقيها فين ونجيبها ازاي. لو دخلنا على موقع material.io، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. الموقع material.io هو موقع تبع جوجل موفراه علشان يعرف الديزاينرز ايه الجايد لاينز او القوانين والرولز بتاعت الديزاين. فانا دلوقتي في الهوم بيج. لو جيت هنا من النافيجيشن منيو بتاعتي واخترت ديزاين، هيوديني على صفحة الديزاين اللي موجود فيها كل الجايد لاينز بالتفصيل بتاعة الديزاين. هلاقي عندي في المنيو اللي في الجنب كل حاجة متعلقة بالديزاين بالتفصيل من الأول للآخر. هلاقي عندي من أول الأوفر فيو، وهلاقيه بيشرح لي كل حاجة، كاتب لي الديسكريبشن وكاتب لي التايتل، وكمان بيقول لي في ايه الخطوة بقى اللي جاية، الصفحة اللي هتوديني بعد كده. وهلاقي عندي كل حاجة انا محتاج اعرفها من الاول للاخر بكل تفاصيلها، من الاول اللاي اوت والنافيجيشن بالالوان والتايبوجرافي بتاعتي. هلاقي عندي كل حاجة انا محتاج اعرفها من الجايد لاينز بتاعت الديزاين. وهلاقي عندي ويب سايت تاني تبع ابل، بس هنا هو بيحدد لي الجايد لاينز بتاعه الديزاين للمنتجات بتاعه ابل بس، على عكس material.io ده المتوفر من جوجل. هو بيشتغل عادي الجايد لاينز بتاعه الديزاين على اي بلاتفورم عموما، سواء كان اندرويد او اي او اس. ونفس الفكرة في apple.com، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هو برضو بيحدد لي الجايد لاينز بتاعه الديزاين اللي ممكن تشتغل على الاي او اس بس، وهلاقيه برضو محددها لي. هنا بيقول لي دي human interface guidelines، يعني هي guidelines اللي بتساعد ان انا اعمل الديزاين بتاعي يكون مريح للانسان او للاستخدام الادمي. وهلاقي عندي برضو السكشنز او متقسمة عندي الصفحة أجزاء، كل جزء على حسب الجايدلاينز بتاعته، سواء كانت ايكونز او بوتنز او ايا كان. فانا لو مثلا اخترت البوتنز، هيوديني على صفحة البوتنز وبيشرح لي فيها الجايدلاينز ان انا ازاي اعمل بوتن مريح، من ناحية الستايل بتاعه بيبقى عامل ازاي، والكونتنت بتاعته او الحاجات اللي بتبقى مكتوبة جوه البوتن، وايه البيست براكتسز اللي ممكن استخدمها، والستايل بتاعه بيبقى عامل ازاي، والكونتنت بيبقى عامل ازاي. كل الجايدلاينز اللي انا محتاج اعرفها. وهنا هو زي ما احنا شايفين مع بعض كاتب لي الاحجام، وحاطط لي برضو الالوان، وايه احسن حاجة ممكن استخدمها سواء كان على الاي او اس او على الايباد. وبرضو مديني examples شكلها هيبقى عامل ازاي. وهنا مديني الجايدلاينز بتاعت الماك او اس، وبرضو مديني شكلها هيبقى عامل ازاي. وهنا بيقول لي لو عايز تعمل هيلب بutton، ومعلم لي عليه برضو بيوريني شكله هيبقى عامل ازاي. ولو انا عايز اعمل button في صورة، وهلاقي عندي فيديو توضيحي بالشرح. وهلاقي عندي هو هم حاطط لي جدول المقاسات بتاعة الزرار على حسب كل زرار، هل هو هيبقى زرار دائري ولا مربع ولا ريكتانجل على حسب. وبيقول لي اصغر حجم عندي 28 بوينت، واكبر حجم عندي 64 بوينت. محدد لي كمان المساحات او الحجم بتاع البطن من ناحية الارقام كمان، فهو مسهلها عليا بأحسن طريقة ممكن تبقى موجودة. وكمان لو انا بعمل ابلكيشن او بعمل ديزاين لسمارت ووتش، هلاقيه برضو محدد لي كل الحاجات دي. فدي مواقع كويسة جدا بتعرفني الجايد لاينز بتاعت الديزاين لو انا شخص مبتدئ، وبرضو تبقى ريفرنس لأي حد مش مبتدئ سواء كنت intermediate او professional. دي جايد لاينز متواجدة ومتوفرة بتساعد كل الديزاينرز، سواء كنت beginner او عندك experience. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم الفيديو اللي جاي.